خبر مفرح لفريق نادي برشلونة بعد تأكيد إصابة النجم الرئيسي لأتلتيكو بلباو قبل مباراة كأس السوبر. أصدر نادي أتلتيكو بلباو بيانا أكد فيه أن جناحه النجم نيكو ويليامز يعاني من كدمة في كاحله الأيسر، ما أدى إلى عدم مشاركته في التدريبات مع بقية زملائه اليوم. تعرض نيكو ويليامز لكدمة في كاحله الأيسر وينتظر تطور حالته حسب ما جاء في البيان، ولم يتدرب مع بقية زملائه كإجراء احترازي. تم تأكيد برشلونة يصدر استئنافا جديدا لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور. تقدم مسؤول نادي برشلونة الإسباني بطلب جديد للسماح بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، وذلك بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو التي قدمت يوم الثلاثاء آخر المستجدات بشأن الوضع. وبطبيعة الحال احتلت أسماء اللاعبين اللذين تم التعاقد معهما في الصيف أولمو وفيكتور مكانهما في مقدمة عناوين وسائل الإعلام في عاصمة كاتالونيا على مدار الأسبوع الماضي. القرار الآن النهائي في أيدي خوسيه مانويل رودريغيز أورباس، وزير الدولة للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة.